تعالى بقى نشوف الرجاله بيخترعوا لنا ايه فوق. تعالى معايا. المعلم محمود اكثر فني بورسلين في مصر. الله ينور عليك يا ريس. وعليك يا تعمل هندسة. ايه بقى؟ بص يا هندسه، ده كده الرف تمام. اه. اللي بين الخوارنا اللي فوق واللي تحت. اه. تمام. الافضل كده إن زي ما قلت لك بنشطف 45 تمام، تمام. ونلف التيب عليه تمام، ونشطبه. تمام. تعالى اوريك هنعمل ايه. يلا بقى. تعالوا بقى نشوف هنركبه ازاي كده وهيبقى شكله عامل ازاي على الحمام. يعني ده الخوارنق، احنا عاملين الخوارنق هنا بورسلين. الخوارنق ده ممكن تعمل حاجه من الاثنين، ممكن يتعمل رخام او ممكن يتعمل بورسلين، بس طبعا الشكل الاحسن والشكل الالطف انه يكون معمول بورسلين من نفس البورسلين اللي راكب بتاع الحمام عشان ما يبقاش فيه حاجه فارقه كتير. بس لازم عشان تركب ده وتعمل حاجه من ده نظيفه لازم يكون معاك فني بورسلين شاطر عارف هو بيعمل ايه. فهنا بص كده، عايزك تبص على الشطف بتاعه، بصراحه حاجه كده نظافه وصنايعي محترم وشغل نظيف جدا جدا. فشوف يعني لما جيت ركبت الشغل عامل ازاي. طبعا كل التشطيب ده كله ده هيتشطب كله، يعني كل ده هيتاخد كله ويتسقي ويتشطب كله، هيبقى كانه حاجه. واماكن الليد من ورا كده هتبقى حاجه ما حصلتش. الحمام طبعا كله هنا تحفه، يعني شوف شكل الشطف هنا عامل ازاي. شوف يعني ده لسه طبعا لما يتشطب كانه حاجه واحده. طبعا برضو الحمام هنا لازم نقسط المسافات دي هي دي وهكذا كل المسافات. مهم قوي ناخد بالنا من التفاصيل الحلوه اللي زي ده علشان نعمل حاجه شكلها حلو قوي.